خط الصعيد اللي اتحدى الحكومة ونواب البرلمان عمل دولة جوه دولة، حاوط الجزيرة بأسلاك شائكة في قلب النيل ومدافع جرينوب متوزعة في كل حتة. عزت حنفي الشهير بخط الصعيد مواليد جزيرة النخيلة التابعة لمركز أبو تيج محافظة أسيوط، اتولد سنة 1963. انبهر بيه أحمد السقا وعمل قصته فيلم الجزيرة، بس أحداث الفيلم مش قصته الحقيقية، ميعادها مشهد مداهمة الشرطة للجزيرة هو اللي حقيقي. ناس قالت إنه اتعدم وناس بتقول إنه هرب وعايش في أوروبا لحد دلوقتي. القصة بتبدأ لما عزت اتولد في قرية صعيدية معروفين بهيبتهم ونفوذهم، لكن عزت الوحيد اللي قدر ياخد الشهادة في عيلته كلها، وكان ذكي جدا وللأسف استغل تعليمه وذكائه في أعمال كلها غلط. وقال إن الحكومة لجأت له هو وعيلته علشان يقضوا على عمليات الجماعة في فترة التسعينات لما بدأت الجماعات تنفذ أعمالها في كل المحافظات، وعدد كبير من الشرطة كان بيستشهد بسببهم. وقال إن الشرطة وقتها لجأت له وقدمت له هو وإخواته كل المساعدات اللي هيقدر يقضي بيها على الجماعات زي الأسلحة بكافة أنواعها، وقدر بالامتيازات دي يكون إمبراطورية في الجزيرة واستولى على أراضي كتير حوالي 281 فدان وزرعهم كلهم أفيون. وفي نهاية التسعينات الحكومة كانت سيطرت على الأوضاع وعلى حركة الجماعات، وابتدت الحكومة تقلل الامتيازات. وقتها خط الصعيد حاوت الجزيرة وما كانش في شخص غريب يقدر يدخلها إلا بإذنه، حتى الطائرات ما كانتش تقدر تعدي من فوق الجزيرة لأنه كان حاطط مدافع فوق أبراج المراقبة وموزعها في كل شبر في الجزيرة. لكن في آخر 3 سنين قبل المداهمة اتسبب في موت 103 شخص، منهم شخصيات عامة وإعلاميين، لأنهم سلطوا الضوء عليه وعلى الجزيرة. وده خلى الشرطة تقرر إنهم يقضوا عليه وعملوا حملة قوية وقطعوا الكهرباء عن الجزيرة وحصروهم لمدة 7 أيام باستخدام 50 مدرعة و3000 ضابط وجندي من القوات الخاصة. ولما حاولوا يدخلوا بالزوارق في النيل لقوا أسلاك شائكة كان محصن الجزيرة بالكامل بالدوشن الرملية والطينية المضادة للرصاص، فما قدرتش الشرطة تدخل الجزيرة، فعملوا خطة تانية واستعانوا بشركة المقاولين العرب علشان يشقوا لهم طريق وسط الأرض الزراعية موازي لخط السكة الحديد علشان يتجاوزوا التحصينات اللي خط الصعيد كان عاملها على الجزيرة. لكنه قدر يحجز 13 رهينة كوسيلة للضغط على الشرطة، وشال معاه 4 حبات غلة علشان ياخدهم لو حس انهم خلاص هيقبضوا عليه. واثناء الحصار خط الصعيد عمل مكالمة هاتفية لوكالة انباء فرانس برايس العالمية وهدد انه هيفضح المتورطين في وزارة الداخلية بالاسماء، وقال لهم ان السلطات المصرية عايزة تتخلص منه على الرغم انه ساعدهم في الجماعات وكمان وقت انتخابات مجلس الشعب، وعرفهم ان كل اللي موتهم كانوا من الجماعات بأوامر من السلطة الأمنية نفسها، وإن كل اللي معاه في الجزيرة من أسلحة في الأساس ملك للشرطة. كل ده كان على لسان خط الصعيد علشان يهرب وينجي نفسه من مداهمات الشرطة. لكن قدرت الشرطة بعد معركة عصيبة تدخل الجزيرة يوم 4 مارس عام 2004 واتقبض عليه هو وأخوه حمدان، وبعد كده اعتقلوا أخوه ممدوح ورشاد. لكن أثناء المداهمات خط الصعيد كان انصاب واتنقل للمستشفى وتم إنقاذ حياته، وفضلت التحقيقات شغالة لمدة 2 معاه لأنه كان بينكر كل التهم المنسوبة له، ولما كان بيظهر في المحاكم كان دايما بيكون رافع راسه وحاول إنه يعمل كل حاجة علشان يخرج من السجن هو وأخوه، لكن كل محاولاته فشلت، وإنكاره لكل التهم المنسوبة له محدش اهتم بيها ولا أصلا كان ليها أي فايدة، واتحكم عليه هو وأخوه بالإعدام، وتم تنفيذ الحكم يوم 8 يونيو عام 2006 صباحا في سجن برج العرب. لكن عيلته أنكرت إنه انعدم، لأن محمود ابن أخوه لما كشف عن جثمانه أثناء الدفن قال لهم ده مش عمي، ده واحد تاني. وقتها قالوا إن اللي كان حاضر زعق في محمود ابن أخوه طرده، وفي ناس قالت إنه هرب وعايش في أوروبا. لكن لما استضاف عشماوي في أحد البرامج التلفزيونية، وعشماوي ده هو اللي بينفذ الأحكام، وقال إن يوم إعدامه إنه كان واقف زي الأسد. عشماوي كان مستغرب الثبات الانفعالي اللي كان عنده، لأنه فكره بصدام حسين وقت الإعدام، كان على نفس الشموخ والثقة، وقال اسمه الرباعي بكل ثبات وهزر معاه وقال له ما تعذبنيش، عايزها قلبة وقوم. وخط الصعيد ادالهم ورقة مكتوب فيها وصيته إن عايز يرجع أراضي الناس اللي أخدها منهم، وذكرهم بالاسم واحد واحد وكل واحد له قد إيه، وعينوا على قبر حراسة شديدة لمدة 15 يوم علشان محدش يسرق جثته لأنه أعدائه كانوا كتير جدا، وكل ده وعمره كان 37 سنة. تفتكروا بعد كل الكلام ده هو عايش زي ما أهله بيقولوا ولا اتعدم زي الحكومة وعشماوي ما بيقول؟